غادي تجي من اخطاء. اذا تعود هاد المحاوله لبدر بانون، تشاهدوا التمريره الخاطئه، تعود الان ادم نفاتي خطيره جدا خطيره جدا خطيره جدا، والهدف إصابة لفريق اولمبيك خريبكا. قلت بأنه ماشي بالضرورة تسيطر على المقابلة، ماشي بالضرورة بأنك تضيع، ولكن يمكن نقول بأنه مشاهدينا الكرام غتذكروا معايا قلت بأنه الخطورة من فريق اولمبيك خريبكا في هاد 28 دقيقة جات من اللاعب ادم النفاتي، وبالتالي ادم النفاتي يسجل لأنه كان كيتضح ليا ادم النفاتي بأنه لاقي راحته في هذه الجهة، وبالتالي بدا كيعطيها الإشارات. ولكن مشاهدينا الكرام قبل دقيقة تذكروا معايا قلت بأنه هذه المباراة، أنا لست عرف ولكن قلت بأنه هذه المباراة الأهداف غتجي من أخطاء، والخطأ كان فادح من العميد بدر بانون. يمكن نقول بأنه على سميتو خطأ فادح، لأنه بقي لاعبي فريق اولمبيك خريبكا في اتجاه نجيب المعتني. نجيب المعتني شنو غادي يعمل الآن؟ يهيئ الكرة خطيرة جدا خطيرة جدا. مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة من العيار الثقيل. الهدف الثاني بمركب محمد الخامس لأولمبيك خريبكا. زهير أوشن يوجه ضربة قاضية وقاتلة في هذه اللحظات في مرمى الحارس نزليتي. سيناريو لم يكن متوقع بتاتا، سيناريو لم يكن متوقع بتاتا. وكاردو على وجه السرعة يدخل الحافظي نجيب المعتني، وشاهدوا التمريرة كانت ممتازة من العمريوي، وأوشن ينطلق. قلت مشاهدينا الكرام، قلت والقول كان خلال الجولة الأولى بأن هذه المباراة يمكن أن تخبئ العديد من الثنائيات. يمكن نقول بأنهم كيبغوا يجيبوا الفورمة، كيبغوا يجيبوا أحسن ما عندهم من خلال المباريات. مركب محمد الخامس سبعة الآن خطيرة جدا. محسن يزور، محسن يزور يعيد الرجاء من بعيد، يعيد الرجاء من بعيد. إذا الهدف هدف الآن لصالح فريق الرجاء في توقيت يمكن أقول بلطام تحت الاختبار عقب هذه المحاولة. سنتابع كان بلطام أم لا، ولكن خروج بالفعل كما قلت بأن هناك بعض التغييرات يمكن أن تقول قراءتها، وبالتالي بعد خروج أنس العزيمة التي كان الخطأ لكن أن تسجل من تعادل هو خلال التوقيت. نتابع الآن زكريا حدرات أجمل الرجوية، زكريا حدرات كيرفع كرة خطيرة هذه المحاولة، خطيرة تسديدة، مباراة غريبة، مباراة عجيبة. الرجاء تعود في دقيقتين بعد أن ضاعت طيلة 49 دقيقة. الرجاء تعود في دقيقتين 40 دقيقة وعادت في دقيقتين. هذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. مباراة عجيبة وغريبة. الرجاء تعود من خلال هذه اللحظات. اولمبيك خريبكا فاجأت الرجاء، فاجأت الجميع، اسكتت المدرجات طيلة 49 دقيقة. هدف زهير أوشن قلب الموازين. قيمة خطيرة جدا، خطيرة جدا. انتفاضة للرجاء، انتفاضة للرجاء بمركب محمد الخامس. محاولة خطيرة، مباراة تاريخية للرجاء، مباراة تاريخية للرجاء، مباراة تاريخية وكبيرة للرجاء. انتفاضة رجوية. محسن يجور يسجل الهدف الثالث ويقضي على الأحلام الخريبكية. لا أعتقد بأنه فقط كاردو الذي قام بالعمل، ولكن حتى مع أبلى البلاء الحسن من خلال هذه المحاولة. الحافظ الآن الخطير في الرجاء، ونشاهد التمريرة ومحسن يجور ينفلت من الصدارة، ينفلت أقول من الحراسة ويسجل الهدف الثالث. الرجاء كانت معه أسامة المسكوري ممتاز، أعطى الإضافة خطيرة جدا، خطيرة جدا، خطيرة جدا.
يقتل المباراة، أوشن يقتل المباراة. خريبكا، أولمبيك خريبكا تدخل الباب الكبير من مركب محمد الخامس وتسجل هدف التعادل في الدقائق الحاسمة. أي 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 أي. أعتقد بأنه سيمون دي يستحق رفع القبعة، يستحق رفع القبعة من كان وراء التمرير. أسامة المسكوري الذي قلت بأنه في وقت من الأوقات كان مطلوبا في الرجاء البيضاوي. حق أن تكون وتحمل اسم مباراة كرة القدم بامتياز. نتابع الآن عبد الرحيم شكير، 4 دقائق كوقت بدل ضائع، 4 دقائق، لا شيء حسم بعد، لا شيء حسم بعد. أوه، تسديدة كانت وقد لا تروق لأولمبيك خريبكا، ويمكن أن تروق لخريبكين أكثر من الجيد. هو تعادل منصف، هو تعادل منصف نظرا لمجريات المباراة وضربة الخطأ. هو تعادل منصف في حدود الدقيقة 92، والخطورة تبقى واردة، والخطورة تبقى واردة من خلال هذه الركنية. تنفذ الركنية خطيرة. عرس كروي بمركب محمد الخامس، عرس كروي، انتهى كل شيء. هذا هو الكاو، هذا هو الكاو. هدف رابع في الأنفاس الأخيرة بعد أن ضاع التركيز والحفيظ بسرعة، وخضروف يهدي هدية لمحسن يجول. الهاتريك لمحسن يجول هي الرابعة وهي النهائية، والرجاء تعود من بعيد بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.